السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فيديو جديد. حبايب قلبي واخواتي المشاهدة في كل مكان، بحبكم جدا في الله. جالكم فيديو جديد النهاردة، يا رب الفيديو ينال إعجابكم. هننضف إن شاء الله بإذن الله للحمام اللي انتوا شايفينه ده، وكمان هنطلع الزاجل كله بره من هنا النهارده ان شاء الله. هوريكم في فيديو تاني هنعمل ايه، بس حبيت اقول لكم عشان اللي قال لي في تعليق، قال لي انت كدابة، انت كدابة. الحمام بايض 3 عشان انت خدتي واحدة من هنا، حطيتيها عند الحمام الرومي بتاعك، فانت اللي بتكدبي وعمل لي ديسلايك على الفيديو. عايزه بس اقول لكم على حاجه. اولا الحمام ده راقد اهو، بس عامل البيض ازاي من التزاحم اللي موجود هنا. طبعا في مشكله. هو انا اصلا كنت مؤسسه المكان ده عشان اللاحم، وما كنتش مقرره اجيب اي طير تاني مع اللاحم، بس هو الزاجل ده جه عندي صدفه. هي ما كانتش صدفه بصراحه حلوه قوي. بس الحمد لله هنضف للحمام وهنضف لهم العشه كده، وهفكر هنقل باقي الحمام فين، لان انا هبقى محتاجه حاجات اعلقها، لان انا ناويه انقل الحمام مع طير تاني او مع طيور تانية، اللي هو هنقلها مع الوادي او مع البط والفراخ البلدي، او هحاول افضلهم مكان لوحدهم، لان انا عشان كنت عايزه اعمل لهم المكان ده. يعني كنت عايزه انقل السلكه دي ودي في جنب تاني، واقفل لهم المكان ده كده، ويبقى المكان ده للزاجل. بس برضو حسيت ان المكان هيبقى ضيق عليهم شويه. باقي السطح انا مش هينفع، لان انا بستخدمه وانا حاطه فيه الفرن زي ما انتم شايفين كده، بعمل فيه سمك، اي اكله بقى محتاجه الفرن بعملها. وزي ما انتم شايفين كده انا مرقده فرخه هناك كده، ودي السلكه اللي كانت جوه هتتطهر وتتعقم. يعني بصراحه باقي السطح مش نافع خالص، غير اني ادبر مكان كويس جدا للحمام الزاجل او للاحم. يعني لا انقل اللاحم لا انقل الزاجل، بس في الاغلبيه انا هنقل الزاجل، مش هنقل اللاحم خالص. انا بقى عايزه ارد على المتابع مشكور اللي قال لي انت بتكذبي. انا عايزه بس اقول لك حاجه واحده بس، حاجة واحدة والله العظيم. أنا لما أكذب والفيديو يجيب 100,000، القناة أصلا ما عليهاش أرباح. يعني القناة لسه حسابها ما اتربطش بالأدسنس. يعني وانت داخل تشوف الفيديو، حضرتك شفت الفيديو من غير إعلان، وانت داخل تشوف، ولو دخلت النهارده تشوف الفيديو حضرتك هتشوف الفيديو من غير اعلان. انا عايزه افهم حاجه. طبعا هحط ميه لدول وهروق لهم الدنيا كده، لان انا قص اللحم ده مش هنزله على الارض ابدا. قص الكلاكان ده هيمشي، وهجيب قص اللحم اللي شغال هناك ده مكانه، بس بعد ما يطلع بقى المره دي وعياله يكبروا، لان انا فعلا هستخدم السلكه دي كلها للاحم الفرنسي وبس. تمام. عايزه بقى اقول لك، يعني انا هكدب عليك ليه؟ ما هو السؤال اللي محيرني، الحمام ده عطشان. تمام، هنشربه دلوقتي. السؤال بقى اللي محيرني، انا هكدب على جنابك ليه؟ انا فعلا اكتشفت حاجه غريبه جدا جدا، وانا بصور، او انا راحة اعلف الحمام ده النهارده. اقسم بايات الله وحياة من قال انا الله ما بكدب في حاجه، وحياة عيالي. انا هكدب عليكم ليه؟ يعني انا مش فاهمه. انا بجد صدمني. قلت ليا انت بتكدبي، دي طلعت نتايه ودي طلعت نتايه، الاتنين طلعوا جزء ناتي. واللي اكد لي حد من متابعيني على القناه، هو اللي قال لي يا ام شهد هتلاقيه، شوفي الحمام هتلاقيهم نتايتين. انا شاكك ان هم نتايتين، مش واحد بس من متابعيني، اكتر من واحد قال لي نفس الكلام. فانا بصراحه استهواني جدا الحمام بيزوم يا جماعه. الحمام مش عارف ايه، لقيت ديت موسعه ومطريه خالص، ودي كمان اللي بايضه اخر واحده موسعه ومطريه خالص. ماشي اهي. فانا مش فلاحه مني. يعني ايه النهارده كمان جبت لكم كمان بيضه وحطيتها عشان اثبت لكم ان الحمام بيبيض 4؟ ولا انت كنت مفكر ايه بالظبط عشان
تغلط فيا او تتهمني اتهام زي اللي اتهمتهولي ده، او تقول عليا كلام مش فيا، او تدخل تقول لي انت بتكذبي. على فكرة انا كبيرة، يعني يمكن صوتي يبان صغيرة شوية، بس انا فعلا كبيرة. يعني عيب قوي، كان عيب منك جدا ان انت تدخل تقول لي انت بتكذبي. الحمام راقد، دي بترقد شوية ودي بترقد شوية، وانا معرفش ان هم هيطلعوا نتايتين. تمام. لان القص ده بالذات جاي لي زغاليل صغيرة وكانوا اخوات، وعشان ده دماغه كبيرة شوية وشبهه، ودي شكلها صغير عنه شوية، انا فعلا نقلت القص ده. ولو رجعتوا لفيديوهاتي هتلاقوني نقلت القص ده بسبب ان الطيرة دي كان واخدها واحد من اللحم الفرنسي، ودون كان قاطرها واحد من اللحم الفرنسي، وانا افتكرتهم ان هم وقلت في الفيديو ده اتجوزت لحم فرنسي، ودون لف على لف على الفرخ على الفردة التانية. بس ما كنتش اعرف ان هما نتايتين غير بعد الفيديو اللي انا صورته ده. ده اليمام الامري بتاعي اهو، دول القص الاخوات دول، وده الفرد اللي كان طالع لوحده. وللاسف الشديد طلع لي كمان فرد لوحده، ودي حاجه بتضايقني جدا، لان انا ما بعرفش الذكر من الانتايه لوحدي. طلع لي فرد لوحده ليه المره دي كمان؟ هقول لكم طلع لي فرد لوحده ليه المره دي كمان، وايه اللي مزعلني ان انا لقيته فرد لوحده. وفين غلطتي؟ المكان ده واسع، بس انا كنت شاكه انهم خلاص هيبيضوا، فانا مرضتش اجيبهم عليهم. بس دي كانت الغلطه اللي انا غلطتها. انا سبت الجوز اليمام الصغيرين دول اهم، شايفينهم؟ جوز اليمام الصغيرين اللي هناك دول مع الانتايه والذكر دول. تمام. فبيضه طلعت وبيضه اتطقشت او اتخبطت، فما طلعتش ومش هتطلع. تمام. ده كان السبب، وده كان سبب غلطتي. غلطت في حق اليمام فعلا لما قررت ان انا اسيب زغاليل اليمام معاهم. طلع القص ده لونه جميل جدا جدا جدا، اجمل كمان من القص التاني. عايزه اقول لكم على حاجه، طبعا هغسل السقايات بتاعتهم كلها، واحط للكل ميه، وانضف لهم المكان كده. وبعدين هفكر انقل الزواجل فين. هفكر بس الاول كده انا عايزه انقل الزواجل فين، وانضف الدنيا كده، وبعدين ارجع لحبايب قلبي واخواتي اقول لهم انا عملت ايه. طبعا ان شاء الله في فيديو بكره هقول لكم انا عملت ايه. النهارده ان شاء الله اخلص اللي ورايا كله، وعندي شحنه فراخ هعملها لكم في فيديو على قناتي التانية، يا ريت تشوفوها. وبعد كده هظبط مكان للزاجل. هسيب الزواجل مع حاجه، بس لحد دلوقتي مش مقرره هسيب الزاجل مع ايه. عايزه اقول لكم بحبه جدا في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ابدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.